لكل المتوهمين لمنتخب مصر، احنا بالفعل صعدنا بنسبه 99%، لكن ما تنتظروش ان انتوا تشوفوا نسخه من نسخه منتخب المغرب في كاس العالم اللي فات. احنا مش هنوصل للكلام ده. احنا لما كان عندنا فرقه وكانت لعيبه فيها روح شويه وكان في مدير فني اجنبي اتروقنا من كل الفرق وطلعنا متزايلين المجموعه كالعاده، وطبعا ظهرنا بالتمثيل المشرف اللي احنا طول عمرنا بنظهر بيه. احنا ما عندناش معطيات ان احنا نعدي المجموعه الاولى او ان احنا نخش مثلا ال 16 او الكلام ده. احنا ما عندناش لعيبه بتعرف تلعب اصلا، والمطوشه الضعيفه اللي احنا مش عارفين نكسب فيها اثيوبيا غير بضربات الجزاء، ومش عارفين نكسب بوركينا فاسو اللي هم يعني ما عندهمش فكره عن الكوره. فاحنا اخرنا معروف ان احنا هنروح نمثل التمثيل المشرف بتاع كل مره. حسام حسن مع احترامي الكامل ليه وكل حاجه، انت مش مدرب قوي او ان انت ما عندكش بطوله اصلا في السي في بتاعك انت وابراهيم حسن. فيعني الموضوع مش عايزينه يعني ياخدنا ونروح بعيد بسقف الطموحات ونطلع قوي عشان الصدمه. ده كان شرح بسيط عن يعني الناس اللي بتفهم كوره اكيد فهماني وهتتضامن معايا في اللي بقوله. احنا مش هنعمل حاجه ومش بحطم الامال ولا ان انا بهد في المنتخب، والله ابدا، لكن دي معطيات ودي واقعيه لازم نتكلم بيها. كان معاكم ايدو الصباغ، واتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى ان انا اكون شرحت وجهه نظري وتكون يعني مفيده. اشوفكم فيديو ثاني على خير. السلام عليكم.